اهلا وسهلا بكم. معاكم مهندس احمد صلاح، والنهارده في تيب وتريك سريعه جدا في برنامج ريفت. بس قبل ما نتعلمها مع بعض، اعمل لايك وفولو عشان انا كل يوم بنزل محتوى خاص بالهندسه المعماريه والهندسه المدنيه. واشترك على قناه اليوتيوب، اللينك بتاعها موجود في البروفايل عندي في البايو. التيب والتريك بتاعتي النهارده ان انا عندي كي بلان موجود جوه تايتل بلوك بتاعتي، والكي بلان ده انا عاوز اعمل هاتش هيقسم لي البلان نصين بحيث يكون انديكيتور انا واقف في انهي بارت. طيب هعمل كده ازاي؟ هاجي عندي من هنا، هعمل create filled region، هختار rectangle، هعمل الريكتانجل بتاعي على البارت الاولاني اللي انا عايزه، وهدوس finish. هختار هاتش تاني، هاجي هظبط الهاتش بتاعي بالشكل ده، وهاخد الهاتش ده كوبي وهحطه في البارت التاني، وهاجي هنا عند الفيلد ريجن بتاعي اللي تحت ومعمول عليه هنا ان هو فيزبل. لا، انا مش عايزه فيزبل. هعمل اسوسييت فاميلي بارامتر، هعمل نيو بارامتر هنا، هسميه بارت 1، واهم حاجه ان هو يكون انستنس. وهاجي عند الهاتش بتاع بارت 2، هكرر نفس العمليه، هقول له اسوسييت فاميلي بارامتر، هعمل بارامتر جديد هسميه بارت 2، واهم حاجه ان هو يكون برضو انستنس. وهاجي اعمل لود للتايتل بلوك في المشروع عندي، هقول له override existing version. هلاقي عندي هنا ان التو هاتشز موجودين. هشوف انا في البارت الاولاني ولا التاني. انا هنا في البارت الاولاني. هاجي هدوس على التايتل بلوك، هروح عند other تحت البروبرتس باليت، هلاقي عندي ان موجود بارت 2 وبارت 1. انا دلوقتي في بارت 1، فهعمل انشيك على بارت 2، هيبقى بارت 1 بس هو اللي معمول عليه تشيك. هاجي هنا كده، هلاقي انه الهاتش بتاعي بقى اللي موجود بتاع بارت 1 وبس.